هنا مقارنة بين سامسونج وبين الايفون في الجرافيكس والاشياء اللي تقدر تتحكم فيها من ناحية 3D. شوف السامسونج صح انه شوي يقطع وهو يحرك، لكنه قدر، لان هذه الاشياء وتحليلها وكيف تتعامل معها ترى يبيلها شغل، يبيلها امكانيات. لكن شوف الايفون، انا انصدمت والله انصدمت. شوف يقطع، انا كنت اعتقد العكس، لان فعلا معالجات ابل خارقة. هلا رح نرجع نعيد التجربة، رح نشوف إنا وأقوى. قبل ما نبلش لنوصل المتابعة اللايك. أيها الأصدقاء، معنا تليفونين، على اليمين آيفون 15 برو ماكس وعلى اليسار اس 23 أولترا. رح نفتح متصفح، خلينا نشوف هلا. حسنا خرج آيفون كتير سلاسة، عم بيتحرك مثلكم ما شايفين. اس 23 بس تحرك البطيء شو مثلا كأنه عم تلعب فيه لعب، أما الاس 23 عم بيهنك. اعطوها لكم بالتعليقات، خلينا نشوف.